هو خلاص عارف ريال مدريد يا كابتن. ما هو ده اللي انا بقول برضه، سياتل برضه مجهول بالنسبه لك يا حبيبي. مجهول شوفه ايه؟ في الفيديو حاجه، لكن على ارض الواقع. طب مع ارض الواقع انت شفته طايم ما فيش منه اي خطوره. حلو. هو مستحوذ بلا انياب. اعمل انا ايه كنادي اهلي بقى وانا طمعان في المباراه وعايز اسعد جماهيري؟ هو النادي الاهلي لو انت تعادلت النهارده طب انا مثلا، استعجل ليه يا كابتن برضه؟ انا استعجل ليه؟ ما انا 0-0. انت بارد يا فاروق. لا والله العظيم. لا والله العظيم بارد. لا استعجل مع ليه؟ فرقه زي دي استعجل طبعا. لا يا كابتن، انت الكلام ده تقوله لريال مدريد اللي هو انا هستعجل قدام ريال مدريد؟ لا انا مش هستعجل قدام ولا بالراحه، انا مع ريال مدريد للاخر. ماشي، ده من حقك. والفرقه دي لغايه اخر دقيقه ما دام انا كابتن مش خسران. الكلام ده لو انا داخل فيها جول في الشوط الاول. يا جدع فرقه ما بتلعبش ولا الفرقه دي ولا الفرقه الثانيه. انت قلت بعضمه لسانك وفرقه خلاص وقعوا. كان الكلام ده الشوط الاولاني بدليل ان انت ما عدتش نص الملعب. اخر 5 دقايق بس اللي انت بدات تمسك كرة في نص ملعبك تسيطر عليها. انزل حد بقى ينقلني من نص الملعب ده لنص الملعب الثاني عشان اكسب. انما هتقعد تقول لي ما انا اقرا ده انت ما تعرفش تقرا خالص. ده انت كده طلعت من انا لا انا بشوف وانا ممكن يرد عليك يقول لك الهدف في المباراه ان انا عايز اكسب وكسبت وعملت اللي انا عايزه. انا قريت ما قريتش صح يعني. هو انا بلعب دافعت في يا حبيبي الكلام ده الكلام ده لما انت هتلاعب ريال مدريد. كلامك محترم. انا بكلمك على انت شفت الفرقه الشوط الاولاني واخر 5 دقايق من الشوط الاولاني انت عليت. اعمل ايه؟ استغل ايه؟ ان فرقتي بدات تفوق وانزل حد يمسك الكوره. انا بتكلم غلط. نزل الثلاثه يا حبيبي ده متاخر. انا مدافع يا كابتن متاخر بس. انا بلعب في كاس عالم للانديه طبعا وعايز اكمل. يا عم انت لغايه دلوقتي انت ما لعبتش في كاس العالم. اسمعني بس. لا 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 ده في فرق في الدوري المصري اقوى من دول. ما تقعدش ما تقعدش بس تقعد تطبل وتقعد تعمل بالتالي انا مش مستعجل يا حبيبي. الفرقتين اللي لعبوا دولت في فرق فينا في الدوري المصري احسن منهم، واخد بالك؟ انما دوري قوي يا كابتن. لا الدوري القوي بقى من اول ريال مدريد. من هنا بقى كاس العالم يبدا. انما تقول لي الماتش اللي فات او الماتش بتاع النهارده فرق عاديه جدا واقل انت بتخلونا الناس تقول لك ان انا حاقد على النادي الاهلي. انا بكلمك ان المستوى مش هو طبعا كاس عالم الانديه وكل الكلام ده، بس مش دي الفرق اللي هي تخوف النادي الاهلي او تخوفك. اللي تخوفك ريال مدريد، بايرن ميونخ، الفرق اللي هي ليها اسماء دي. وعلى فكره انت لو خسرت من ريال مدريد ده طبيعي، وده عداله السماء زي ما بيقولوا. ليه؟ شوف هنا القيمه بتاعت اللعيبه قد ايه، وشوف هنا القيمه بتاعت اللعيبه قد ايه، واخد بالك؟ الاهلي كسب يا كابتن. سانداي جاب جول وكسب. لا ماتش ودي كان ساعتها. طب ما هو ده يعتبر ايه؟ ودي يعني؟ لا مش ودي رسمي. لا قول ودي بقى. لا بس خلي بالك ده ريال مدريد ما تاخدش الودي زي كاس انديه. لا خلي بالك. لا خلي بالك. طب ممكن اقول لك حاجه؟ هو دلوقتي جمهور النادي الاهلي اما بيفكر في ماتش جمهور النادي الاهلي عايز المكسب وخلاص. طيب مالوش دعوه بقى النهارده حلو مش وحش. هو على فكره اللي احنا بنقوله ده مش داخل دماغهم ب 3 جنيه. هو مش كسب زي ما قلبوا الدهب بس. يعني احنا كده بنوجع دماغنا. يا كابتن ما هو انت خلي بالك